استوديو الفيزي أورفانيلي. الفيزي أورفانيلي مدير تصوير فيلم باب الحديد ورصيف نمرة 5 وأفلام كتير في فترة الخمسينات والستينات. الفيزي زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت لما شركة سيتشيا فلست كان له مستحقات عندهم، خد بيها معدات تصوير وأدوات خاصة بالإضاءة. خصص جزء من بيته وعمل استوديو تصوير فوتوغرافي، وبعد كده حول فيلته بالكامل لاستوديو متكامل للسينما. وتحول نشاط الفيزي لصناعة أفلام جنب الخدمات التانية ومنها التصوير ومعمل طبع وتحميض. الاستوديو تحول لأكاديمية لتعليم التصوير وتقنيات المهنة. اشتغل معاه في الاستوديو 2 بقوا من رواد التصوير السينمائي اللي هم الأخوين عبد الحليم نصر ومحمود نصر. وفي مديرين تصوير أجانب اشتغلوا في أفلام مصرية من خريجي أكاديمية الفيزي، ومن ضمنهم بريمافيرا مدير تصوير فيلم الوردة البيضاء، وجوليو دي لوكا مدير تصوير فيلم لحن الخلود، ديفيد كورنيل مدير تصوير فيلم تيتاونج، كاليليو مدير تصوير ليلة الدخلة وشنبه في المصيدة وابن الحداد والسمان والخريف. طبعا كل ده على سبيل المثال. احنا لو ركزنا شوية في تترات الأفلام، مين المصور مين مدير التصوير، هنشوف كل اللي قلناهم دول في أفلام مهمة كتير. نرجع تاني لأورفانيلي اللي اشتغل كمان في الإخراج. ما بين 1936 و 1940 أخرج 7 أفلام روائية. الفيزي اشتغل في الإنتاج والتصوير والصوت والمونتاج. الفيزي محتاج حلقات.